بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي تنفك به الكرب وتنحل به العقد وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدين الكرام، تحية مباركة من عند الله، تحية مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا، مقدمة لا بد منها. عندما تكلمت عن المرأة في الإسلام وأن الإسلام قد كرم المرأة فمنع وأد البنات وجعلها ترث بعد أن كانت لا ترث، بل أنها كانت في الجاهلية تباع وتشترى، وإذا مات الرجل وترك زوجته كزوجة أب كانت تؤول إلى أحد الأبناء، ولكن جاء الإسلام وحرم هذا، وذلك الأمر مذكور في سورة النساء. قواعد الميراث وردت في سورة النساء في الآيات 11 و12 و176 منها، وأن الإسلام جعل لها ذمة مالية مستقلة عن زوجها. هاجمني كثير من العلمانيين ومن الغربيين على رغم ضلالهم، الأمر الذي جعل وزيرة في إحدى الدول الغربية تقيم دعوى قضائية على 8 من الرجال، أقصد الذكور، لكي تعرف من هو أبو طفلها. فمن الذي يعيش في ضلال ومن الذي يعيش في جهل؟ الحيوانات نفسها لا تفعل هذا. ولقد ذكرت مرارا أنني أعمل محامي ودرست قواعد الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وهي قواعد الزواج والطلاق في سنة تانية حقوق، وقواعد الميراث والوصية والوقف في سنة تالتة حقوق، ومادة أصول الفقه الإسلامي في الصف الرابع من الكلية. ويشهد الله أنني ما ادعيت علما ولا فقها، ولكني قلت إنني أجتهد في سبيل الله، ورأيت أهل الباطل والضلال يتكلمون، وعندما سكت أهل الدين عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خرج علينا أهل الباطل ليأمروا الناس بالمنكر وينهون عن المعروف. قلت ماذا لو وقفت لهم؟ إن علم الناس الحق وصاروا في طريقه فقد اجتهدت وأصبت ولي أجران إن شاء الله، وإن علموا ولم يعملوا به فقد وفيت رسالتي ولي أجر واحد، وأجعله قربة لله، وأجعل قناتي هذه حجة لي عند الله، وأسأله حسن الخاتمة والفرح عند لقائه ولذة النظر إلى وجهه الكريم. أما موضوعنا اليوم فقد خرج علينا أشخاص محسوبون على دين الإسلام، وقد ادعوا تبنيه لفكرة التنوير تحت ما يسمى مركز تكوين. واختيار الاسم له دلالة، لأنه يرمز إلى عقيدة اليهود في كتابهم التوراة، ولديهم ما يسمى سفر أو أسفار، ومن ضمنها سفر التكوين. معنى السفر هو الصورة، وكل سفر يحكي حكاية معينة. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. سورة الحجر الآية 9. ومعنى الذكر هو القرآن الكريم الذي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد تكفل الله بحفظه من التحريف والتزوير. وقد ذكر لنا القرآن أن اليهود قد حرفوا التوراة، وذلك في أكثر من موضع،
في سورة البقرة الآية 75، وفي سورة النساء الآية 46، وفي سورة المائدة الآية 13 والآية 41. مؤسسي المركز هم مذيع بإحدى القنوات، ودكتور جامعي وكاتب روائي، وشاعرة مغربية معروفة بميولها لمناصرة غير المسلمين، ومذيع يدعي الإسلام، كثيرا ما طعن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر كتب السنة مثل البخاري ومسلم وغيرهم، وللمصادفة البحتة، ولأن الله يريد أن يظهر الحق يظهر في أول اجتماع لهم، وعلى المنضدة زجاجة بيرة في إشارة واضحة التنوير الذي أتوا به. سابقا كان ذلك المذيع يتكلم عن الإسلام الوسطي الذي يجعل الرجل يجلس فيه مع زوجته في العصاري في البلكونة مرتديا الفانيلا الحمالات ويشرب البيرة، وكأن البيرة رمز من رموز التنوير. ويسمى هذا الرجل معروف باسم أبو حمالات. أبو حمالات هذا كان دائم الطعن في كتب السنة التي نقلت إلينا بالتواتر، وأن هناك أمور كثيرة لم ترد بالقرآن الكريم، ولكن الله سبحانه وتعالى قال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سورة الحشر الآية 7. فكنا عندما تسأل شخص من هؤلاء، مثلا عندما تسأل شخص من هؤلاء ائت لي بطريقة دفن الأموات في الإسلام من القرآن الكريم، لن يستطيع أن يأتي بهذه الطريقة. أو ائت لي بطريقة إقامة الصلاة في الإسلام من القرآن الكريم، لن يستطيع، لأنها جاءت مجملة. قال الله دائما في مواضع كثيرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لكن جاءت التفاصيل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، والسنة هي كل قول أو فعل أو تقرير ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث واحد بس صغير هنشرحه من سنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في السوق، فرأى رجل يبيع الشعير، فاقترب منه ووضع يده الشريفة في داخل الشعير، فوجد فيه ماء، يعني وجد مبلول، فقال لصاحب الشعير: ما هذا؟ مشيرا إلى الشعير المبلول. فقال الرجل: أصابته السماء يا رسول الله، الدنيا شتت عليه. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلا وضعت أمام الناس ليروه؟ من غشنا فليس منا، أو وفي رواية أخرى: من غش فليس منا. قاعدة بسيطة في المعاملات أخذ الغرب هذه القاعدة ووضعوها في التقنين المدني الفرنسي: إن الغش يفسد المعاملات ويفسد كل شيء. الغش يعني فايس، وأخذ منها التقنين الإنجليزي، قانون المدني الإنجليزي: فايس spoils every deals. الغش يفسد كل المعاملات. وقد أخذوا هذه القاعدة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أقول لأصحاب تكوين: اتقوا الله، فإن الدنيا قصيرة الأجل وإن طالت، وإن الساعة قائمة لا محالة، وسيسقى كل ساق بما سقى، وسيحاسب كل إنسان على الفتيل والختمير والكبير والصغير من الأقوال والأفعال. وأقول لهم كما ورد في سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أستغفر الله العظيم لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.